شينتارو شاب حظه واقع وشكله مش مساعده، واستهلك علب مناديل أكتر ما أنت بتستهلك وأنت بتتفرج على حاجات مشبوهة بليل. لكن كل حاجة اتغيرت لما لقى ملاك مزة مفروضة في بلكونته وخلته يشوف الجنة لأول مرة في حياته. الموضوع كله بدأ لما شينتارو كان راجع من شيفت شغل طويل، وفي الطريق لمح قطة فوقف فوراً عشان يطبطب عليها. بعدها دخل شقته واللي كان فيها عدد مشبوه جداً من علب المناديل استعداداً لليلة باردة ووحيدة كالعادة. وفي الليلة دي وهو نايم وصلت له شحنة مفاجأة على البلكونة. تاني يوم الصبح شينتارو صحي وصب لنفسه شوية لبن، لكنه فجأة لاحظ إن الشباك مفتوح، ولما راح يشوف فيه إيه لقى بنت نايمة في البلكونة ومن الصدمة كب اللبن كله عليها. توا سلمت عليه بكل براءة، لكن شينتارو كان متضايق جدا من كمية اللبن اللي اتكبت عليها، فاستنى بره الحمام لحد ما تنظف نفسها. وهو واقف كان بيحاول يلاقي تفسير منطقي لوجود بنت مزة بتقلع هدومها في حمامه، وبدأ يشك إن حد بيعمل فيه مقلب. بعدها توا طلبت منه هدوم تلبسها، فبدأ يدور على تي شيرت نظيف، ودي كانت مهمة صعبة شوية لأن معظم هدومه كانت مستخدمة في ظروف مشرفش حد يعرفها، خصوصا لما المناديل كانت بتخلص. وبعد ما لبست بالعافية اعتذرت له إنها استخدمت بلكونته من غير إذنه، وبعدين طلبت تقابل باقي عيلته. لكن شينتارو قالها إنه فقدهم من سنين في مركز تجاري، أو بمعنى أدق هو دلوقتي عايش لوحده. توا استغربت إن شينتارو عايش في قصر ضخم بالشكل ده، فاضطر يشرح لها يعني إيه عمارة وشقة. توا فضلت مستغربة إزاي البشر عايشين جوه علب جزم، لكنها في الآخر مدحت بيته وقالت إنه صغير وعملي. بعدها شينتارو سألها ليه كانت نايمة في بلكونته، فقامت توا شكرته على حسن ضيافته. ولما سألته تقدر تعمل إيه عشان تردله الجميل، عينه وقعت تلقائيا على صدرها وعرف الإجابة فورا، لكن العذر اللي جواه مقدرش يفتح بقى ويطلب. توا اتضايقت شوية وبعدين قررت إنها تطبخله بدل كده، لكنها أول ما فتحت التلاجة ما لقيتش جواها غير الفقر وخيبة الأمل، فقالت له إنها ممكن تنظف الشقة بدل الطبخ. لكن وهي بتنظف خبطت بالغلط في الكتاب المقدس السري بتاع شينتارو اللي كان مليان حاجات مينفعش ملاك بريء يشوفها. ولحسن الحظ اتشتت انتباهها لما شافت قطتين بيتخانقوا في البلكونة، فحاولت تفصل بينهم لكنهم شرشحوها وخربشوها. بعدها شينتارو ساعدها يطهر جروح المعركة ويلفها بالشاش، وقالها إن التعامل مع البسس لازم يبقى بطريقة رقيقة ومهارة معينة في استخدام الصوابع. توا انبهرت قد إيه هالته نقية وبريئة، لكن شينتارو نصحها ترجع بيتها وقال إن وجود بنت لوحدها جنب واحد عذري زيه ممكن يبقى خطر جدا. ولما سألها ساكنة فين، توا قالت له إن بيتها موجود في الجنة. شينتارو افتكر في الأول إن الجنة دي ممكن تبقى اسم شارع أو منطقة، لكن لما أصرت إنها ملاك حقيقي بدأ يقلق إنه بيتعامل مع نوع نادر جدا من المجانين، فقرر إنه لازم يتخلص منها بسرعة قبل ما تبدأ تبيع له زيت تعابين أو تدخله في جماعة دينية مشبوهة. توا قالت له إنها ملهاش مكان تروحه لأن دي أول مرة تنزل فيها على الأرض، وطلبت من شينتارو يسمح لها تعيش معاه، لكن شينتارو تجاهل طلبها وقالها إنه لازم يروح الشغل. وبعد ما اداها هدومها وهي ناشفة قالها ترجع للمصحة اللي هربت منها. رغم كده توا شكرته على طيبته، وده خلاه يبدأ يتساءل بينه وبين نفسه إذا كان اللي بيعمله صح فعلا ولا لأ. بعدها بشوية شينتارو خرج من الشغل بدري بسبب إن معدته قررت تعلن العصيان، لكنه طول طريق الرجوع مكانش قادر يبطل تفكير في توا وهل هي كويسة ولا حصلها حاجة. وفجأة لمح توا ماشية مع راجل أكبر منها في السن وهي كمان شافته. شينتارو ارتاح في الأول وافتكر إن أبوها أخيرا جه ياخدها، لكن توا قالت له إن ده مجرد راجل غريب قابلته وعزمها تروح معاه فندق لأنها قالت له إن ملهاش مكان تنام فيه. شينتارو مسك الهبلة بسرعة من إيدها وجرى بيها بعيد عن الراجل الحيحان، لكن قبل ما يقدروا يهربوا لمسافة كبيرة شينتارو وقع على الأرض وفقد الوعي. بعد فترة صحي ولقى نفسه في شقته وتوا قاعدة جنبه بتسأله حاسس بإيه. ولما شينتارو قالها إنه بخير توا بدأت تعيط من الفرحة وسألته إذا كان عايز ياكل شوية شوربة رز. بعد لحظات حضرت له الأكل وبدأت تاكله بإيدها. وهو بياكل شينتارو افتكر إنه بقاله وقت طويل جدا محدش طبخله أو اهتم بيه بالشكل ده، واكتشف إنه كان مفتقد الإحساس ده فعلا. وبعدها قال لتوا إنها مينفعش تمشي ورا أي شخص غريب تقابله لأن الناس دي ممكن يكونوا خطرين جدا. ولما توا بان عليها الحزن شينتارو اقترح عليها تعيش معاه بما إن ملهاش أي مكان تاني تروح. توا حضنته من الفرحة، فشينتارو قال لنفسه إنها غالبا مجنونة فعلا بس من النوع الطيب على الأقل.
بعدها سألها إزاي قدرت تشيله وترجعه البيت، فقالت له بكل بساطة إنها طارت بيه، وكشفت له عن جناحاتها وهي بتتكلم. تاني يوم الصبح شنتارو صحي وهو مقتنع إن اللي حصل امبارح كان أغرب حلم رطب شافه في حياته، لحد ما لقى توا نايمة جنبه وجناحاتها مفرودة. ولما التيشيرت بتاعها بدأ ينزلق عنها بصورة سماوية، شنتارو لف وشه بسرعة واقترح إنهم يخرجوا يفطروا بره. بعدها راحوا محل قريب، وهناك توا اتحمست جدا لما شافت واحد من المنتجات المعروضة، فشنتارو خباها بسرعة قبل ما جناحاتها تظهر قدام الناس وتفضحهم. ولما رجعوا البيت توا اعتذرت له عشان اتحمست زيادة، فشنتارو سألها أصلا الملايكة بيعملوا إيه؟ توا شرحت له إن شغلتهم يوصلوا إرادة ربنا للبشر ويجيبوا السعادة لحياتهم. شنتارو سألها ده بيحصل إزاي بالظبط، لكن توا كانت تايهة زيه بالظبط، وده أصلا سبب إنهم بعتوها للأرض عشان تتعلم أكتر عن البشر. بعدها خدت قضمة من العيش وسألته إذا كانت تقدر تاكل منه كل يوم، لكن شنتارو افتكر إنه أفقر من إنه يشتري أكل جاهز من محل البقالة كل يوم، فاقترح إنهم يروحوا يشتروا مكونات وأغراض تكفيهم لفترة. توا اتحمست وفردت جناحاتها تاني، وبعدها لمست جبهة شنتارو عشان تتأكد إن حرارته نزلت، لكن شنتارو بعد عنها بسرعة قبل ما يفرغ شحنة لبن جديدة بسبب قربها الزيادة. بعدها وصلوا للمول، وتوا جريت جواها بحماس كأنها طفلة داخلة مدينة ملاهي لأول مرة. راحوا قسم فوط الحمام، وهناك شنتارو كان بيحارب بكل قوته عشان يمنع خياله الوسخ من إنه يسرح بعيد. وهم بيكملوا يشتروا الأغراض، توا شافت مج لطيف عليه رسمة قطة، ففكرها بمعركة القطط اللي حصلت اليوم اللي فات، لكنها افتكرت إن شنتارو أفقر من فقر جامع، فرجعت المج مكانه على الرف من غير ما تطلبه. وفجأة الناس بدأت تركز مع توا بسبب الفستان الغريب والفخم اللي لابساه، فشنتارو اقترح إنهم يشتروا لها هدوم عادية من المحل. توا قلقت إنها بتخليه يصرف عليها فلوس كتير، لكن شنتارو قالها إنه يقدر على شوية هدوم كاجوال وبيجامات. ولما قالها تختار اللي يعجبها، واحدة من العاملات قربت منهم وعرضت تساعد توا بدأت تتفرج بحماس على تشكيلة الربيع. ولما راحت تقيس الهدوم، الموظفة مدحت شنتارو عشان مرتبط ببنت جميلة بالشكل ده، والواد ده فعلا ما ينفعش يفضل ينجو من المواقف دي كل مرة. وفي الوقت نفسه وهي بتغير هدومها، توا بدأت تفكر تعمل إيه عشان ترد لشنتارو كل طيبته. ولما افتكرت مهمتها الأساسية على الأرض، خرجت له وقالت قدام الناس كلها إنها بتوعده تجيب السعادة لحياته. بس كل اللي كانوا في المحل فهموا إنها بتطلب منه الجواز. وبعد ما خلصوا، توا سألت شنتارو رأيه في اللبس الجديد، وشنتارو أدرك وقتها إنها طالعة جميلة بشكل يوقف القلب، فاقترح بسرعة إنهم يجيبوا حاجة يشربوها، لأنه فجأة عطش بطريقة غريبة جدا. ولما رجعوا البيت، توا قالت له إنها اتبسطت جدا النهاردة، والسبب الوحيد إنها كانت معاه. شنتارو بدأ يتساءل إذا كانت توا عندها ريز أكتر منه شخصيا. وفجأة توا لاحظت الماج اللي عجبها في المحل موجود وسط المشتريات، ففرحت جدا وشكرت شنتارو. وده أثبت إن الواد عنده شوية جيم هو كمان، حتى لو بالصدفة. لكن في الليلة دي شنتارو أدرك أخيراً إنه محتاج يجيب سرير منفصل لتوا. وأخيراً يعني خد بالك بعد خراب مالطا. بعدها توا افتكرت أول يوم وصلت فيه الأرض، وقد إيه كانت منبهرة بالمباني العالية والقطارات السريعة اللي بتجري في كل مكان. كانت قرأت قبل كده عن الأرض وعن طريقة تكوين صداقات مع البشر باعتبارها ملاك، لكنها اكتشفت بسرعة إن الكتب عمرها ما هتجهزك للحياة الحقيقية. وهي بتدور على بشر تصاحبهم، تعبت جدا وبدأ النعاس يغلبها. وبعد رحلة بحث طويلة عن مكان تنام فيه، قررت تنام في بلكونة شنتارو، لأن واضح إن الفنادق مش موجودة في الجنة. وبعد ما خلصت حكايتها، شنتارو قالها إنه مبسوط إنها اختارت بلكونته هو بالذات. بعدها توا قدمت الأكل وسألته إذا كان عايزها تاكله بإيدها. شنتارو شكرها، لكنه رفض العرض. وبعدها خد أول لقمة بنفسه، وأول ما داق الأكل أدرك إنه كان عايش طول حياته في كذبة عديمة الطعم. الأكل كان لذيذ لدرجة إنه مدح طبخ توا فوراً، وهي قالت له إنها تعلمت الطبخ من كتاب. وبعد ما داق أكتر من طبق، شنتارو افتكر وعدها إنها هتجيب السعادة لحياته، فبدأ يراجع قائمة المواصفات في دماغه، واكتشف إن توا تقريباً الباكدج الكاملة، جميلة، طيبة، بتطبخ، وعايشة معاه ببلاش. وساعتها شنتارو بدأ يسأل نفسه ليه الحياة فجأة بقت حلوة معاه بالشكل ده؟ فتوا قالت له إن دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تشكره بيها، خصوصاً إن الراجل الصغير بتاعه شكله مش بيشتغل أصلاً. بعد العشاء، شنتارو شرح لتوا إزاي تستخدم البانيو وهي شكرته. وبعدها بشوية وهي بتاخد حمامها، شنتارو وقف بره الباب وخياله اشتغل بأقصى طاقته.
وفجأة نفتكر إن عليه مذاكرة. قعد يقلب في الصفحات شوية وبعدها قرر يدخل الحمام، لكن أول ما فتح الباب لمح منظر من الجنة فتخض واعتذر بسرعة عشان دخل عليها من غير ما يخبط. توا عرضت إنها تقفل ستارة البانيو وهو يستخدم الحمام، لكن شينتارو كان يفضل يموت على إن الميني ماجنوم بتاعه يتشاف. وبعدها وهو اللي بياخد حمامه توا قررت تردله الجميل، فدخلت تسأله إذا كان محتاجها تدعكله ظهره. وفي الليلة دي توا نامت بكل هدوء وراحة. أما شينتارو فقضى الليل كله بيحارب احتقان تاريخي ومش عارف يغمض عينه. تاني يوم الصبح صحي وهالات سودة تحت عينه مخلياه شبه الباندا، وقرر يدخل الحمام، لكنه نسي للحظة إنه ما بقاش عايش لوحده. فدخل على توا وهي بتغير هدومها للمرة التانية. الاتنين اتفزعوا وصرخوا في وش بعض. وبعدها بشوية هو بيغسل سنانه شينتارو حس إن لازم يحط شوية قواعد للعيش مع بعض، لكن قبل ما يكمل حتى ترتيب القواعد في دماغه توا دخلت عليه فجأة عشان تغسل سنانها هي كمان، وخدت لمحة سريعة من الراجل الصغير بتاعه. بعدها توا حضرت وليمة صغيرة وقعدوا ياكلوا سوا. ولما خلصوا شينتارو شكرها على الأكل واستعد يخرج عشان يروح المدرسة. وقتها توا اكتشفت لأول مرة إنه طالب، فقامت بسرعة تلم السفرة وتنظف على أمل إنها تخرج معاه، لكن شينتارو قالها الأفضل تفضل في البيت. فتوى طلبت منه يقعد معاها وما يروحش، لكنه قالها إن حتى أقوى إغراء في العالم مش هيخليه يزوغ من المدرسة. بعدها سابلها شوية فلوس وقالها تتبسط لحد ما يرجع بالليل. وفي طريقه للمدرسة كان شينتارو بيحاول يفتح عينه بالعافية من قلة النوم، وفجأة صاحبه الأهبل شويتشي صحاه بطريقة مستفزة. شينتارو ليفله وسأله إذا كان ناوي ينتحر النهاردة ولا إيه. وأثناء ما الاتنين كانوا بيتخانقوا وصلت اتسوتسومي ووبخت شويتشي على قلة ذوقه. بعدها بصت لشينتارو وقالت له إن شكله مرهق ومتبهدل جدا. شويتشي قرب هو كمان وبصله كويس، وبعدها سأله بقلق إذا كان عفريت راكبه. وقتها شينتارو بدأ يفكر هو الملايكة ممكن تتلبس البشر هي كمان ولا لا. وفي الطريق وفي شقة شينتارو كانت توا مشغولة بدورها الجديد قرب المنزل بدوام كامل. بعد ما خلصت التنظيف قعدت ترتاح شوية وهي بتتمنى شينتارو يظهر فجأة وياخدها في خروجة لمكان سعيد. وفجأة افتكرت إن شينتارو ما عندوش أي حاجة ياكلها وقت الغداء. وفي المدرسة أثناء الفسحة تسوتسومي سألت شينتارو ليه بيشرب عصير خضار بس، فقالها إنه أكل كتير قوي على الفطار. تسوتسومي قالت له إنها خايفة يموت من سوء التغذية، لكن شينتارو طمنها وقال إن في حاجات تانية ممكن تقتل الراجل أسرع بكتير من الجوع. شويتشي حاول يضيف رأيه العبقري لكن تسوتسومي قفلته فورا. وأثناء ما شينتارو كان بيضحك عليه وفي وسط كل ده شينتارو بص من الشباك وفجأة لمح توا واقفة بره ومعاها علبة غدا، فقام بسرعة قافل الشباك بجسمه عشان يمنع أصحابه من إنهم يشوفوها. شويتشي قال إن الواد غالبا طالع يقابل بنت، لكن تسوموجي خبطته على دماغه عشان يبطل هري. ولما شينتارو وصل للسطح بدأ يقلق إن توا تظهر في الأخبار لو حد شافها وهي بتطير في نص المدرسة. توا ندمت على اللي عملته واعتذرت له وقالت إنها جت بس لأنها كانت خايفة يفضل جعان. بعدها حطت علبة الغداء على الأرض ولفت عشان تمشي، لكن شينتارو حس إنه كان قاسي معاها فاعتذر لها وطلب منها تفضل وتقعد تاكل معاه. وأثناء ما كانوا بياكلوا شينتارو مدح طبخها، لكنه سألها ليه عملت نفس الأكلة بتاعت امبارح. توا ردت بكل براءة إنها عملتها لأنها عايزة تشوفه مبسوط. وفي نفس الوقت تسوموجي كانت مستغربة شينتارو اختفى فين. وفجأة أنا افتكرت موقف حصل وهي صغيرة لما ضاعت في الشارع وشينتارو لقاها ورجعها لبيتها، ومن اليوم ده فضلت معجبة بيه رغم إنها نسيت اسمه لحد ما قابلته تاني بعد 9 سنين في المدرسة. تسوموجي بصت من الشباك بالصدفة ولمحت شينتارو وهو بيتحرك في السر مع توا، فبدأت تقتنع إن شويتشي كان عنده حق وإنه فعلا طالع يقابل بنت. وفي الوقت نفسه شينتارو قال لتوا ترجع البيت، فتوا ردت عليه وقالت له يرجع بدري هو كمان. وبعدها فردت جناحاتها وطارت من على سطح المدرسة. وتسوموجي شافت المنظر وتصدمت في مكانها. ولما شينتارو رجع البيت بالليل توا استقبلته عند الباب وهو شكرها إنها جابت له الغدا لحد المدرسة. توا اللي اعتذرت له تاني على المشاكل اللي سببتها له خلال اليوم، لكن شينتارو قالها إنها مش محتاجة تعتذر. وفجأة لاحظ إن هدومه كلها مغسولة ومتطبقة بمنتهى النظام، فسأل توا إزاي عرفت تشغل الغسالة. قالت له إنها اتعلمت من نفس الكتاب اللي كانت حكت له عنه قبل كده. لكن فجأة شينتارو لمح بوكسراته وسط الهدوم المتطبقة وكان هيموت من الإحراج، خصوصاً إنه كان مخبيهم بعيد عشان يقلل المواقف المحرجة بينهم.
حاول يتمالك نفسه وشكرها إنها غسلتهم، لكن بعدها لاحظ إن في دب صغير متخيط في واحد من البوكسرات. توا شرحت له إنها خطط الدبدوب عشان تغطي الخرم اللي كان فيه، يعني مش بس شافت بوكسراته دي، كمان اكتشفت إنهم مخرمين وعملت له ترميم شامل. شينتارو حاول يحافظ على آخر ذرة كرامة عنده، وفي الآخر قالها متقربش من بوكسراته تاني، لكن توا فهمت كلامه غلط وسألته إذا كان مش عاجبه الدبدوب وعايزها تخيط له أرنب بدلاً منه. وفي الوقت نفسه تسوموجي ما كانتش قادرة تبطل تفكير في اللي شافته، كانت بتشك في عقلها لأن البشر الطبيعيين مش بيطيروا بجناحات في السماء. وبعدين حاولت تقنع نفسها إن اللي شافته مجرد وهم بسبب صدمة إنها شافت الولد اللي بتحبه مع بنت أجمل منها، لكنها فجأة أدركت إن سهم كيوبيد شكله ضربها جامد، وقررت تقول لشينتارو إن عرضها بخصوص تحضير الغدا لسه قائم. وفي شقة شينتارو رفض ياخد علبة غدا المدرسة تاني لأنه مش عارف هيقول إيه لأصحابه لو سألوه مين اللي حضرها. توا سألته بحزن إذا كان بيكرهها، خصوصاً إنه نام على الأرض الليلة اللي فاتت بدل ما ينام جنبها. شينتارو قالها إن عمود الخيمة بتاعه هو اللي مش بيسمح له ينام جنبها، لكنها طبعاً ما فهمتش هو بيتكلم عن إيه ومقتنعتش بكلامه، وعشان يمنع دراما جديدة وافق ياخد علبة الغدا في الآخر. بعدها توا قالت له إنها هتكون مجهزة العشاء قبل ما يرجع، لكن شينتارو وضح لها إنه بعد المدرسة هيروح شغله ومش هيرجع بدري. أول ما سمعت كده عرضت عليه تروح معه، لكن شينتارو قالها إن دور ربة المنزل لايق عليها أكتر. بعدها شينتارو خرج بسرعة وراح المدرسة، لكنه كان حاسس بالذنب لأنه سابها لوحدها بالطريقة دي. وفي فسحة الغدا كان بيتحرك في المدرسة مستخبي عشان أصحابه ما يشوفوش علبة الأكل اللي معاه، لكن شويتشي مسكه متلبس وطلب منه يجي يقعد معاهم. ولما قعدوا سوا تسوموجي كانت ناوية تسأله تاني عن عرض الغدا، لكنها لاحظت إن شينتارو جاي معاها علبة أكل المرة دي. شويتشي لاحظ ده هو كمان وقال إنه عمره ما كان يتخيل يشوف اليوم اللي شينتارو يجي فيه المدرسة باخدة بيت. شينتارو بلع الأكل بسرعة جنونية عشان يمنع أصحابه من إنهم يشوفوا الرسالة أو يعرفوا مين اللي عملها له، لكن تسوموجي حست إن في حاجة مش مظبوطة، خصوصاً إن والدة شينتارو مش موجودة عشان تحضر له أكل بالشكل ده. وبعدها شويتشي أخد راحته وبدأ يمد إيده في أكل تسوموجي، بينما هي كانت بتتحرق من الغيظ وهي شايفاه بيشفط غداها قدام عينيها. بعد انتهاء اليوم الدراسي شينتارو رجع ناحية البيت وهو بيفكر ازاي حياته ممكن تبقى جميلة ومتلخبطة في نفس الوقت. وفجأة قرب منه عراف غريب وحذره ان فيه موجة ضخمة من مشاكل البنات جاية في طريقه. شينتارو استغرب وسأله هو في راجل على الكوكب اصلا مفيش في حياته مشاكل بنات؟ العراف حاول يبيعه شوية تعويذات وحاجات مشبوهة عشان تبعد عنه المصايب اللي جاية، لكن شينتارو خلع من قدامه قبل ما يكمل الإعلان بتاعه. وهو ماشي بدأ يحس إن الراجل يمكن يكون عنده حق فعلا بخصوص مشاكل البنات. ولما وصل الشغل مديره سأله إذا كان بقى أحسن، فشينتارو اعتذر له عشان اضطر يمشي بدري المرة اللي فاتت. بعدها المدير قال له يتعامل بذوق لأنه هيشتغل من النهاردة مع بنت جديدة لسه متعينة. شينتارو بدأ يتساءل البنت دي شكلها إيه، وفتح باب غرفة تغيير الملابس من غير ما يخبط، وساعتها أخد نظرة مجانية على الفاكهة المحرمة بتاعة إنويل إيزومي. إيزومي غطت نفسها بسرعة ودته كف دوا في المكان عشان يفتكر يخبط على الباب المرة الجاية. بعدها بشوية وهو بيغسل الأطباق كانت بصمة كف إيزومي مرسومة بوضوح على وشه وملفتة نظر كل الناس، لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت شاغلة دماغه هي تحذير العراف عن مشاكل البنات. ولمفاجأته إيزومي جت له ومعاها كيس تلج عشان يحطه على وشه. شينتارو أخده منها واعتذر لها عن اللي حصل. إيزومي قالت له مفيش مشكلة وإن الغلط غلطها هي كمان لأنها سابت الباب مفتوح. بعدها الاتنين عرفوا نفسهم لبعض. بعدها شينتارو ما كانش قادر يبطل يشوف صورة إيزومي وهي بتغير هدومها في دماغه، فحاول يخبط دماغه كذا مرة عشان يمسح المنظر منها. بعد شوية المدير قال لشينتارو وإيزومي إنهم يقدروا يمشوا بدري النهاردة كمكافأة على شغلهم، وكمان قالهم ياخدوا بارفيه من التلاجة قبل ما يمشوا. ولما إيزومي جابت بارفيه الكرز المنظر فكر شينتارو فوراً بالملابس الداخلية اللي شافها عليها، فبدأ يحارب بكل قوته عشان يحافظ على ملامح وشه طبيعية. لكنه لما بص ناحية إيزومي لقاها هي كمان حمرة أكتر من صلصة الطماطم. شينتارو سألها إذا كانوا تمام مع بعض وقالها إنها متقلقش لأنه فرغ دماغه وخلاص. الكلام ده عصب إيزومي، وفجأة عاصفة تلج صغيرة بدأت تتكون جوه المكان. شينتارو افتكر إن يوم القيامة بدأ، لكنه وقف تهريج لما لاحظ إن إيزومي نفسها بترتعش، فسألها إذا كانت كويس. وساعتها قالت له فجأة إنها يوكي أونا، يعني واحدة من نساء الثلج الخارقات. وفي نفس الوقت الزباين بره كانوا بيتجمدوا من البرد وبيطلبوا من الموظف يرفع درجة الحرارة.
وفي شقة شينتارو كانت توا مشغولة في لعبة وبتحارب شياطين وهمية كأن مصير البشرية متعلق بيها. وبعد ما خلصت الجولة الأخيرة لاحظت إن شينتارو اتأخر في الرجوع، وفي نفس الوقت كانت تسوموجي بتذاكر في بيتها، لكنها فجأة اشتهت آيس كريم فقررت تنزل تشتري واحد. وفي الحديقة وبعد ما شينتارو وإيزومي خلصوا البارفيه سألته إيزومي إزاي صدق كلامها بسهولة، فقالها إن دماغه أصلاً بتبطل تشتغل كويس لما يبقى قدام بنت جميلة. إيزومي طلبت منه يحافظ على سرها وشرحت له إن موضوع امرأة الثلج ده حاجة وراثية في عيلتها، وبعدها قالت له إنها لما بتتوتر أو تزعل كل حاجة حواليها بتبدأ تتجمد، وبسبب المشكلة دي مقدرتش تكون أي أصحاب طول حياتها. وأثناء ما كانت بتحكي اتأثرت واتعصبت تاني، فالأرض والحاجات اللي حواليها بدأت تتجمد من جديد. شينتارو حاول يهديها قبل ما الحديقة كلها تتحول للقطب الشمالي، وبعد ما هديت إيزومي عيطت وقالت له إن دي أول مرة حد يعرف يفهمها ويوصل لها بالشكل ده. وبعدين سألته إذا كان ممكن يبقوا أصحاب، وشينتارو وافق من غير تردد. وأثناء ما كانوا بيتكلموا شينتارو لمح ريشة بيضة بتنزل من السماء، فعرف فوراً إن توا موجودة قريب. رفع عينه لفوق ولقاها فعلاً طايرة في السماء، وبالصدفة تسوموجي وصلت عندهم وشافت توا وهي بتطير هي كمان. بعدها البنتين فضلوا واقفين باصين لتوا بذهول، وشينتارو واقف مكانه بيتساءل هو الوضع ممكن يسوء أكتر من كده؟ وفجأة كل واحدة في البنات بدأت ترمي عليه أسئلة وكلام من كل ناحية، وهو واقف في النص مش فاهم يرد على مين ولا يقول إيه. وفي الآخر شينتارو صرخ فيهم عشان يسكتوا، وبعدين سأل تسوموجي هي بتعمل إيه في الحديقة في الوقت المتأخر ده. تسوموجي ردت إنها كانت نازلة تتمشى شوية، لكنها في نفس اللحظة افتكرت إن شكلها مش متظبط كفاية وهي واقفة قدام الولد اللي بتحبه. بعدها شينتارو اقترح إن كل واحد يروح بيته ويعملوا نفسهم ما شافوش أي حاجة حصلت النهاردة، لكن تسوموجي بصت له وقالت له إنه أكيد بيهزر. وفي الوقت اللي شينتارو كان بيفكر يطلع نفسه إزاي من المصيبة العميقة اللي غرق فيها، نويل إيزومي قربت من توا وبدأت تتحمس عليها بشكل غريب، وقالت إن الملايكة شخصياتها المفضلة في الأنمي والمانجا. تسوموجي كانت لسه مش مقتنعة، فسألت توا إذا كانت فعلا ملاك، وتوا ردت بكل براءة إنها نزلت من الجنة عشان تتعلم أكتر عن البشر. وبعد ما رجعوا شقة شينتارو وقع على الأرض وقال إنه خلاص فقد كل طاقته. وأثناء ما توا كانت بتحضر العشاء سألته إذا كان زعلان منها. شينتارو استغرب وسألها تقصد إيه، فقالت إن طيرانها المتهور هو اللي سبب له كل المشاكل دي. شينتارو قالها إن من هنا ورايح لازم تخبي جناحاتها كويس عشان يتجنبوا أي مصيبة جديدة. بعدها توا قالت له إن نويل إيزومي وتسوموجي انجذبوا ناحيته عشان هم طيبين زي. تاني يوم شينتارو شاف كابوس إن مسؤولين من الحكومة قبضوا عليه بتهمة إنه مخبي مخلوقات خارقة في شقته، وفجأة صحي من النوم ولقى توا واقفة قدامه وبتبصله. بعدها في المدرسة قابل تسوموجي وسألها ليه عندها هالات سودة تحت عينيها زي. تسوموجي قالت له إن مفيش حاجة، لكن الحقيقة إنها كانت طول الليل بتفكر في إن البنات التانيين ممكن يسرقوا قلب شينتارو منها، خصوصاً إنهم أجمل منها. وهم ماشيين سألته إذا كان مرتبط بتوا أو نويل إيزومي. شينتارو اتخذ وقالها إنه لسه عارفهم من قريب أصلاً ومفيش أي علاقة بينه وبينهم. وفي اللحظة دي شويتشي دخل وسط الكلام وسألهم مين هي توا. تسوموجي ردت بسرعة وقالت له إن توا قريبة بعيدة لشينتارو وانتقلت تعيش معاه من قريب، وكمان هي اللي بتحضر له الأكل لأنه كائن جعان مبيشبعش. شويتشي سأل إذا كانت توا تقدر تحضر له غدا هو كمان، لكن تسوموجي ردت عليه فوراً وقالت له إن ده عمره ما هيحصل. فشويتشي فقد الأمل وسابهم ومشي. شينتارو شكر تسوموجي عشان أنقذته وغطت عليه قدام شويتشي. وفي وقت لاحق من اليوم شينتارو شاف شوية ولاد بيطلبوا من نويل إيزومي تخرج معاهم، لكنها تجاهلتهم كأنهم مش موجودين أصلاً. لكن أول ما شافت شينتارو وشها نور واتحركت ناحيته بسرعة. شينتارو استغرب وسألها فيه إيه، فقالت له إنها كانت مستنياه لأن ده اللي الأصحاب بيعملوه مع بعض. بعدها إيزومي اقترحت عليه ليستة كاملة من الأنشطة اللي بحثت عنها على جوجل عشان تجربها مع صاحبها الجديد، لكن شينتارو فكرها إن عندهم شغل ولازم يلحقوا يروح، فاقترح عليها يمشوا للشغل سوا. لكن إيزومي أصرت إن أول مرة تخرج فيها من المدرسة مع ولد لازم تبقى مناسبة مميزة، فقرروا يأجلوا التمشية لوقت تاني يكونوا فيه فاضيين. وفي الوقت نفسه في بيت شينتارو توا كانت بتسأل نفسها هو بيشتغل فين، ومن شدة اليأس سألت قطة في الشارع إذا كانت تعرف مكان شغله وتقدر توصلها له. وفي المحل مدير شينتارو سأله إذا كان مرتبط بإيزومي. شينتارو اتفاجئ من السؤال وقالوا إنهم مجرد زمايل في المدرسة. فالمدير سأله أمال ليه إيزومي طلبت تشتغل في نفس الشفتات بتاعته. شينتارو رد إنهم مجرد أصحاب وبس. وأثناء ما كانوا بيتكلموا
واحدة من العاملات دخلت في الحوار وقالت إنها حاولت قبل كده تصاحب إيزومي لكنها اترفضت بمنتهى البرود. بعدها شينتارو راح ياخد طلبات الزباين لكنه اتصدم لما لقى توا وتسوموجي قاعدين مع بعض في المحل، فسألهم هما الاتنين عرفوا مكان شغله إزاي. توا شرحت له إنها طلبت من قطة توصلها للمحل لكنها ضاعت منها في نص الطريق، ولحسن الحظ تسوموجي قابلتها في الوقت المناسب وساعدتها توصل. بعدها تسوموجي ادعت إنها كانت جاية تاكل بارفيهو بس، لكن كفاية كدب يا بنتي، البقرة وقعت خلاص. شينتارو أخد طلباتهم ورجع لشغله، وفجأة واحد من الزباين نادى على موظف، فقامت توا من مكانها تلقائيا عشان تروح تخدمه، لكن تسوموجي مسكتها وقالت لها تهدى وتسيب الموظفين يعملوا شغلهم. بعدها بشوية إيزومي لمحت توا وتسوموجي فراحت تبلغ شينتارو إن عنده ضيوف. حماسها وهي بتكلمه لفت نظر المدير فناداها وقالها تخاف شوية من حبوب السعادة اللي باين إنها واخداها النهاردة. إيزومي قربت من شينتارو وقالت له إنهم مينفعش يتصرفوا كأصحاب أثناء وقت الشغل. شينتارو قالها إنه فاهم، بس إنها سابته ومشيت بسرعة قبل ما يقدر يقول أي حاجة تانية. وفي الوقت نفسه تسوموجي بدأت تتفرج على المنيو مع توا، وسألتها إذا كانت عايزة تطلب أكل، لكن توا قالت لها إنها حضرت العشاء بالفعل قبل ما تنزل. وساعتها تسوموجي أدركت إنها قدام توا متعتبرش خمس زوجة أصلا. بعد فترة قصيرة شينتارو رجع ولقى توا واقفة بتخدم الزباين بدل الموظفين، فمسكها بسرعة وخدها على جنب عشان يتكلم معاها بعيد عن الناس، وقالها إنها لو عايزة تساعده فعلا فالأفضل تفضل في البيت. توا سألته إذا كان بيشتغل ويتعب بالشكل ده بسبب المصاريف اللي بيصرفها عليها، لكن شينتارو قالها إنه بيشتغل بس عشان يكتسب خبرة ويعتمد على نفسه. توا بدأت تحس إنها عالة عليه وعايشة عنده ببلاش من غير ما تقدم حاجة كفاية، لكن شينتارو قالها كلمتين حلوين رفعوا معنوياتها وخلوها تبطل جلد في نفسها. وفي نفس الوقت المدير كان مستخبي وبيتجسس على كلامهم من بعيد، وفجأة إيزومي قربت منه وطلبت إن جدول شغلها يتظبط بحيث تشتغل بس في الأيام اللي شينتارو مش موجود فيها. وفي وقت لاحق من اليوم كان شينتارو وتوا بيحضروا العشاء مع بعض، وبعد ما الأكل خلص توا أعلنت إن كل حاجة بقت جاهزة. شينتارو لاحظ إن حلة الأرز موجودة جنب السفرة فقالها المفروض تفضل في المطبخ، لكن توا قالت له إن وجودها قريب من مكان الأكل هيوفر مساحة ويسهل عليهم التقديم. شينتارو استغرب وسألها الملايكة كانوا بياكلوا إيه في الجنة. توا ردت بكل بساطة إن الأكل السخن في الجنة بينمو على الشجر. وفي بيت تسوموجي كانت قاعدة بتحاول تحسب مين في البنات عندها فرصة أكبر تكسب قلب شينتارو، وبعدها افتكرت إن شينتارو كان سألها قبل كده عن نصيحتها في شوية حاجات كان عايز يشتريها لتوا، ورغم إنها كانت بتتحرق من الغيرة لعبت وقتها دور خبيرة العلاقات وساعدته يختار. بعدها افتكرت لما شينتارو حكى لها إن أهله عايشين بره البلد لكنه اختار يفضل لوحده بدل ما يسافر معاهم لأنه كان منبهر بفكرة حياة العزوبية والحرية. ورغم إن تسوموجي كانت قلقانة عليه عشان عايش لوحده، كانت دلوقتي قلقانة أكتر من فرصتها في منافسة ملاك وامرأة ثلج. وبعدها بدأت تتضايق من إن الولد اللي بتحبه بيحكي لها عن بنت تانية وبيطلب منها تساعده يشتري لها حاجات، وفكرت إن كل حاجة كانت ممكن تبقى مختلفة لو كانت خدت خطوة وصرحت له بمشاعرها من بدري. تسوموجي دخلت في مود اكتئاب وبدأت تتمنى لو كان عندها قرون وأنياب هي كمان يمكن فرصتها تتحسن قدام شينتارو. والدتها لاحظت إنها قاعدة متضايقة وسرحانة، أمها نادتها فجأة وادتها تذكرة كانت كسبتها في صحبه. تاني يوم في المدرسة كان شويتشي بيتفاخر بإنجاز تافه محدش مهتم بيه، وفي الوقت نفسه تسوموجي كانت بتفكر إزاي تعزم شينتارو لوحده، وفضلت تتمرن على الكلام في دماغها قبل ما تقول، لكنها ما قدرتش تتخلص من شويتشي فقررت تسمح له يجي معاه. ورغم كده الكلام فضل محبوس في زورها وما قدرتش تطلع التذكرة أو تعزم حد. وساعتها أدركت قد إيه هي خسرانة وجبانة في موضوع الحب. ولما اليوم الدراسي خلص فضلت واقفة ماسكة التذكرة وبتتمنى لو كانت تعرف تتكلم بدلها، ولحسن حظها شويتشي خطف التذكرة من إيدها وقرأ المكتوب عليها بصوت عالي. وبعد ما اتأكد إن شينتارو مش عنده شغل في اليوم ده اقترح إنهم يروحوا كلهم سوا، وشويتشي بدأ يحتفل بالخروجة من قبل ما تحصل أصلا. وفي طريقهم شينتارو قرر يعدي على المكتبة الأول، وأول ما وصلوا تسوموجي بدأت تتخيل بوسة رومانسية بين رفوف الكتب، لكن أحلامها اتدهست لما شينتارو قالها إنه سهران طول الليل بيدور عن المخلوقات الأسطورية ومحتاج يستعير كتب زيادة عنها. تسوموجي سألته بإحباط إذا كانت المخلوقات الأسطورية بقت الطيب بتاعه دلوقتي، لكن لما بصت جنبه لقت الواد دخل عالم الأحلام من زمان. تسوموجي قررت تسيبه يرتاح، خصوصاً إنه كان سهران طول الليل. وبعدها جالها إحساس غريب إن الموقف ده حصل قبل كده، وبما إن شينتارو نايم ومش هيسمعها استغلت الفرصة واعترفت له بمشاعرها. وبعد حوالي ساعة جهزوا نفسهم عشان يمشوا، لكن المطر بدأ ينزل
شينتارو اعتذر لها عشان بوظ آمالها في الخروجة الرومانسية، لكن تسوموجي عملت نفسها عادية وكدبت وقالت له إنها استمتعت بالقيلولة هي كمان. بعدها توا علقت على سندوتشات فواكه ظهرت في البرنامج اللي بيتفرجوا عليه، فشينتارو قالها إن المحل ده بعيد عنهم مشوار قطر واحد بس. توا اتفاجئت وسألته إذا كانت الأماكن اللي بتظهر في التلفزيون موجودة بجد. شينتارو قالها إن المحل حقيقي وسندوتشات الفواكه حقيقية هي كمان، وبعدين سألها إذا كانت عايزة تروح تجربها. وبعدها بشوية راحوا محطة القطر، وشينتارو علم توا إزاي تدخل المحطة وتركب القطار. وبعد ما ركبوا فترة وصلوا للمكان. توا شافت عدد ضخم من الناس لأول مرة، فتحمست وبدأت تجري في كل اتجاه، لكن شينتارو وقفها وقالها تخلي بالها ومتسرحش لوحدها. بعدها توا مسكت إيده وبدأت تشده ناحية المحلات. توا اتجننت من الفرحة أول ما شافت سندوتشات الفواكه، فاشتروا منها وقعدوا ياكلوا سوا. وشينتارو لما شاف قد إيه هي مبسوطة حس إنه عمل حاجة كويسة لما خرجها من البيت. بعدها فضلوا يلفوا في المدينة وركبوا مركب على شكل بجعة، وأثناء الرحلة قابلوا شوية ناس كبار في السن وقالوا عليهم إنهم ثنائي صغير لطيف. توا سألت شينتارو يعني إيه ثنائي أو كوبل، لكن شينتارو تجاهل السؤال تماماً وعمل نفسه مسمعش. بعدها شافوا محل دانجو، وتوا حاولت تمسك إيد شينتارو تاني عشان تشده ناحيته، لكنه رفض وقال إن الحركات الرومانسية في الأماكن العامة مش أسلوب. توا اتكسفت وحست إنها يمكن زودتها، وفي اللحظة دي واحدة كانت بتتكلم في الموبايل خبطت فيها وكملت طريقها من غير حتى ما تعتذر. شينتارو حاول يعمل فيها الراجل الجدع ويروح يكلمها، لكن توا قالت له يسيبها لأنها أصلاً متعورتش ومفيش داعي للمشكلة. وفي طريق الرجوع توا شكرته على اليوم الجميل اللي قضوه سوا، وقالت له إنه يقدر يطلب أي حاجة نفسه فيها على العشاء، يعني يا ابني البنت رمت لك التلميح في وشك. ولما وصلوا البيت توا جريت قدامه عشان تحضر الشاي وشينتارو ماشي وراه، لكن أول ما وصلت عند باب الشقة لقت ماري عمة شينتارو قاعدة هناك. وفجأة ماري نطت على شينتارو وحضنته كأنها ما شافتهوش بقالها 10 سنين. وبعدها بشوية كانت ماري قاعدة بتشفط العشاء بتاعهم بسرعة جنونية، بينما شينتارو وتوا واقفين بيتفرجوا عليها بذهول. ماري اعتذرت لشينتارو عشان ما بقتش تسأل عليه أو تزوره، وقالت إنها كانت غرقانة في الشغل. شينتارو رد عليها وقال إن دي طبيعتها من زمان، دايما عايشة منعزلة جوه البيت ومحتاجة تخرج وتشوف الشمس شوية. لكن ماري اشتكت إن وقتها ضيق ومش بتلحق تعمل أي حاجة. وبعد فترة قال لماري إنها طولت في القعدة وكفاية لحد كده، لكنها ردت إن عيلة توا أكيد قلقانين عليها، واقترحت إنهم يوصلوها لبيتها ويعدوا على محل البقالة في طريق الرجوع. شينتارو وافق بالعافية، بينما توا دخلت فوراً في حالة طوارئ لأنها طبعاً ملهاش بيت تروح له على الأرض. وأثناء ما كانوا ماشيين توا سألت شينتارو في السر الخطة إيه، فقالها إنهم أول ما يفترقوا عن ماري تطير بسرعة وترجع على بلكونة الشقة. بعد شوية توا شكرت ماري عشان تعبت نفسها ومشيت معاهم، وبعدها جريت عشان تنفذ الخطة. توا طارت للبلكونة زي ما اتفقوا، أما شينتارو وماري فرجعوا للشقة سوا. شينتارو قال لماري إن الوقت اتأخر ولازم ترجع بيتها، لكنها رفضت وقالت إنها ناوية تبات عنده الليلة. شينتارو أصر إنها تمشي، لكن ماري فضلت رافضة وقالت إنها لو رجعت البيت هتضطر تكمل شغلها فورا. وبعد ما قعدت تشتم وتلعن المحررة بتاعتها اللي مطلعت عينها وراكبة على نفسها، كشفت ماري إن محررتها هي المؤلفة الشهيرة آكادا. شينتارو اتصدم فجأة ومقدرش يفهم إزاي أسطورة كبيرة زي المحررة دي ممكن يبقى ليها أي علاقة بعمته الفاشل. الكلام ده خلى ماري تزعل وتدخل في نوبة جلد ذات وتقعد تندب حظها وحياتها كلها. وفجأة شينتارو سمع حد بيخبط على الباب، فاستغرب مين اللي جاي في الوقت ده. دخلت ست شكلها مرعب كأنها طالعة من فيلم رعب. الست دخلت بمنتهى الثقة ومشيت ناحية ماري وقالت لها إنها مش هتقدر تفضل هربانة للأبد. ماري اتخضت لدرجة إن روحها كانت هتطلع وسألت أكادا عرفت مكانها إزاي، لكن كادا ردت إن ماري مش ذكية للدرجة اللي هي متخيلاها. وفي الآخر كادا خدت ماري معاها والاتنين مشيوا عشان يبدأوا حفلتهم الصغيرة بعيداً عن شينتارو. وفي فسحة المدرسة ظهرت ليليشكا فجأة ولحست خدها، ولما سألها عن الزي المدرسي اكتشف إنها طالبة في نفس المدرسة وإنها وصلت له بمجرد تتبع ريحته. بعدها عرف من الطلاب إن ليليشكا مشهورة من أول يوم ادعت فيه إنها مصاصة دماء والكل شايفها بنت غريبة. بعد المدرسة تسوموجي عرضت تساعد شينتارو في المذاكرة، لكن خفاش ظهر ومعاه رسالة من ليليشكا فسابها ومشي وراه لحد غرفة نادي الظواهر الخارقة.
ليليشكا حاولت تقنعه يبقى صاحبها وينضم للنادي لكنه رفض، ولما حاولت تشمه بالقوة دخلت تسوموجي وإيزومي عليهم واتصدموا لما شافوها بتطير. ليليشكا اعترفت إنها متعلقة بريحة شينتارو لكنها في الحقيقة كانت عايزة تبقى صاحبته. شينتارو رق قلبه وسمح لها تزوره، وإيزومي طلبت تزوره وهي كمان. بعد انتهاء الامتحانات اجتمعوا في غرفة النادي للاحتفال، وهناك قابلوا هيسوي، بنت قصيرة وخجولة جدا وعضوة في نادي الظواهر الخارقة. شينتارو خبط فيها بالغلط فوقعت في وضع محرج وفضلت تصرخ، وبعدها عرف إن هيسوي بتكره التعامل مع الناس وبتفضل تقرأ الكتب لوحدها في غرفة النادي. ليليشكا حاولت تجندهم في النادي لأنه مفيش أعضاء كفاية، لكن شينتارو رفض رغم المميزات التافهة اللي عرضتها عليه. بعدها سمعوا صوت مهرجان قريب فقرروا يروحوا يحتفلوا هناك. في المهرجان ليليشكا ظهرت بلبس مبالغ فيه كأنها عاملة في سيرك، بينما شينتارو كان قلقان إن هيسوي بتكرهه بسبب الموقف اللي حصل بينهم. ليليشكا قالت له إن السبب غالباً إنه شاف ملابسها الداخلية، وإيزومي زودت الطين وقالت إن الموضوع عادي لأنه شاف بتاعتها قبل كده هي كمان. تسوموجي أنقذت الوضع واقترحت يجيبوا أكل، وبعد شوية شينتارو قابل هيسوي لوحدها عند محل خيار فاشترى لها واحدة وحاول يتكلم معاها. وفي نهاية المهرجان ليليشكا وقفت على حافة كوبري وقالت كلام مرعب وبعدين رمت نفسها. شينتارو حاول ينقذها لكنه هو اللي وقع في المية. يسوي نطت وراه وأنقذته، وبعدها اعترفت له إنها ما بتعرفش تتكلم مع الولاد لأنها بتتوتر. وفجأة ظهر فوق راسها طبق وعلى ظهرها صدفة واكتشفوا إنها أكبا. ليليشكا قالت إنها كانت عارفة من الأول وإن الكبة بتتحول لما تلمس المية بعد أكل الخيار، وشينتارو ندم إنه هو اللي اشترى لها الخيار. إيزومي طمنتها إن سرها في أمان لأنهم أصلاً شلة كلها مخلوقات غريبة. بعدها شينتارو وعدها يسوي إنه يعرفها على توا. شينتارو شرح إنهم رايحين يقضوا الإجازة مع أهلهم، وسألها إذا كانت مفتقدة عيلتها في الجنة. قالت إنها نفسها تشوفهم لكنها مش حاسة بالوحدة طول ما هي معاه. بعدها نزلوا يتمشوا في المدينة لكنهم اتفرقوا وسط الزحمة، ولما شينتارو لقاها اقترح إنهم يمسكوا إيد بعض عشان ميتوهوش تاني. وفي طريق العودة توا قالت إنها اتبسطت جدا ومش عايزة اليوم يخلص. شينتارو طمنها إن الإجازة لسه في بدايتها وإن قدامهم وقت يخرجوا أماكن كتير، وبعدها إداها هدية تذكارية فطلبت منه يجي معاها لمكان هادي عشان تردله الجميل. قالت له يغمض عينه فافتكر إنها هتبوسه، لكن لما فتح عينه لقى نفسه طاير معاها على ارتفاع ضخم فوق المدينة. ومن وسط السماء توا شكرته لأنه استقبلها في بيته وعرفها على عالم البشر وخلاها تعيش كل اللحظات الجميلة دي. وبعدها رجعوا البيت سوا لتنتهي رحلتهم الصيفية الجميلة. وفي النهاية انت فريق مصاصين الدماء ولا فريق الملايكة؟ اكتب رأيك في التعليقات ومتنساش تشوف الملخص اللي ظاهر قدامك.